السلام عليكم. 3 حاجات يا جماعة إن شاء الله اللي يطبقهم مش هيسيب فرض تاني ويحافظ على الصلاة ويقرب من ربنا كمان. بس الكلام محتاج تطبيق يا جماعة. الأول كده عايزين نذكر بعض كده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحاديث يا جماعة برضو كتير أوي في موضوع الصلاة وخطيرة جدا. الموضوع مش بسيط ومش سهل، مش اللي هو سبت الصلاة قشطة يلا واترك الصلاة وعيش حياتك. الموضوع مش كده يا جماعة، الموضوع خطير. الموضوع ليه حجمه، لازم نديله حجمه الحقيقي فعلا. الصلاة دي أول حاجة نتحاسب عليها قبل أي حاجة تاني في الدنيا احنا بنعملها أو احنا بنسعى عليها. الصلاة أول حاجة، أول حاجة نتحاسب عليها. فلازم ندي الموضوع يا جماعة حجمه. في علماء قالوا ترك الصلاة دوت ذنب عظيم جدا لدرجة إن هو أكبر من الزنا ومن شرب الخمر. هو ذنب كبير فعلا، ده كبيرة من الكبائر. ترك الصلاة يا جماعة مش حاجة عادية تعدي كده سهلة بسيطة، لا، كبيرة من الكبائر. فلازم ندي الموضوع حجمه الأول. طيب إيه الحلول اللي ممكن أطبقها وكده وأحافظ على الصلاة؟ في 3 حاجات إن شاء الله أقولهم. أول حاجة لازم أنت بينك وبين نفسك تبقى عارف إن أنت بتصلي عشانك أنت، مش عشاني ولا عشان فلان ولا عشان أهلك ولا عشان صحابك ولا عشان أي حد تاني. أنت بتصلي عشانك أنت. أنت اللي محتاج تصلي ومحتاج الصلاة. صلي عشان انت محتاج الصلاة وانت اللي محتاج ربنا. يا جماعة اللي ما بيصليش ده اكنه استغفر العظيم والعياذ بالله، بيقول لربنا انا مش محتاج حاجة منك يا رب. انا مش هصلي ومش محتاج حاجة. انت اللي محتاج، انت اللي محتاج في روح لربنا. صلي، حافظ على الصلاة. فلازم تبقى حاطط في دماغك كده وفي عقلك ان انت بتصلي عشانك انت مش عشان حد تاني، والصلاة دي هتنفعك انت مش هتنفع حد تاني. فخليك مع نفسك في الصلاة ده. موضوع الصلاة ده اقفل على نفسك فيه كده وما تدخلش حد فيه، ده حاجة بينك وبين ربنا. فحافظ على الصلاة، مالكش دعوة بالناس بتعمل ايه او فلان بيعمل ايه او صحابك بيعملوا ايه. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، يا جماعة الناس بتكسل او احنا بنكسل عشان احنا بنأخر في الصلاة. مثلا ايه، اخر المغرب مع العشاء، اواخر العصر مع المغرب مع العشاء. بحس ان الصلاه تراكمت عليا كتير قوي قوي. فالواحد نفسه بتتعب، نفسه بتحس ان مستثقله الطاعه كده، تقيل عليا، فبيسيب الصلاه. احنا مش عايزين كده يا جماعه. صلي الصلاه على وقتها، صلي الصلاه في وقتها. اول ما الاذان يأذن قومي اتوضى وصلي على طول. وانت برضه نفس الكلام، اول ما الاذان يأذن قومي اتوضي وصلي على طول. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله، قال الصلاه على وقتها. الصلاة في وقتها قبل أي حاجة. فأول ما تسمع الأذان قوم اتوضى وصلي الصلاة في وقتها على طول عشان ما تكسلش. دي تاني حاجة. تالت حاجة، يا جماعة بلاش الصلاة بقى اللي هي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. الصلاة اللي هي الكروات ديت ما تنفعش. لازم يا جماعة الصلاة نديها حجمها فعلا. ما ينفعش الكرواتة والكلام ده. صلي الصلاة بالراحة، ما تكروتش فيها، ما تجريش، محدش بيجري وراك. صلي الصلاة بالراحة حاول تستريح بالصلاة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. واحنا للأسف في ناس مننا أو معظمنا بنستريح من الصلاة بدل ما نستريح بيها. فحاول تصلي الصلاة، تصلي الصلاة بحب كده. صلي الصلاة بحب في ربنا، اقف ندير ربنا كده واستشعر ان انت واقف قدام ربنا، واقف قدام ملك الملوك، واقف قدام ملك الملوك، واقف قدام ربنا. استشعر المعنى ده وانت بتقول الله اكبر. استشعر معنى ان ربنا اكبر حاجه في قلبك من اي حد، من اي حاجه في الدنيا. نحاول يا جماعه نصلي الصلاه بالراحه عشان نحب الصلاه ونحافظ عليها. دول 3 حاجات اللي يطبقهم يا جماعه ان شاء الله هتحدى مش هيسيب فرض ان شاء الله تاني، ويحافظ على الصلاه ويقرب من ربنا كمان.